موضوع رائع مثالي للبشرة، لجميع أنواع البشرات. جبت لكم جميع الطرق لتستعملوا هذه المادة. ما هي مادة السكر؟ السكر سواء كان السكر الأبيض أو السكر البني الأسمر، خصوصا السكر البني له فوائد مثالية رائعة ممتازة، خصائص أفضل من السكر الأبيض. واللي ما عندهاش السكر البني تستعمل السكر الأبيض عادي. نحكي لكم على الفوائد تاعو الرائعة واستعمالاته. عندنا أولا السكر يزيل السموم والشوائب والخلايا الميتة عن الوجه نظرا لقدرته على فتح المسام، يعالج بهتان وجفاف الوجه، ينعم ويرطب الوجه، وبالتالي يقلل من تهيجه واحمراره. السكر يقلل من إفرازات الدهون في الوجه خصوصا البشرة الدهنية. السكر يوحد لون البشرة كما يساهم في إزالة البقع الداكنة والغامقة على الوجه والبشرة، يبيض ويفتح اللون مثالي للبشرة الدهنية وحتى للبشرة الجافة، يزيل الخطوط الدقيقة على الوجه والرفيعة، يحد من ظهور الندب وحب الشباب. هذا هو السكر، رائع. استعمالاته عندنا أولا السكر مع ملعقة سكر مع ملعقة زيت الزيتون، هكذا. يدهن على البشرة ونعمل به فرك دائري ونتركه لمدة 20 دقيقة، ونغسل الوجه بماء دافئ ثم ماء بارد، ونرطب بعد ذلك البشرة. هذا لترطيب البشرة. عندنا كذلك سكر وزيت اللوز الحلو، هكذا. يفرد على البشرة ويعمل فرك دائري مع تجنب منطقة دائرة العينين، ويترك 20 دقيقة. هذا لإزالة الخطوط الرفيعة والدقيقة والتجاعيد. استعمال رائع كذلك للسكر، السكر وماء الورد. مثلا ملعقة من السكر وماء الورد، هكذا. تفركيه على البشرة، تفرديه على البشرة كامل. بعد ذلك تعملي فرك دائري وتخليه 10 دقائق، طبعا مرتين في الأسبوع من أجل ترطيب البشرة. عندنا السكر والليمون، ملعقة من السكر الأسمر أو السكر الأبيض، تعصري عليها الليمون، تفرديها على البشرة، تعملي تقشير وتخليها لمدة 10 دقائق وتغسلي بعد ذلك من أجل إزالة الدهون. كذلك له استعمال ثاني، من السكر مع عصير البطاطا من أجل تفتيح اللون، مثلا اللون الغامق في المناطق الحساسة تحت الإبط، تقشير، حتى في اليدين، في الرقبة، من أجل تفتيح اللون. كذلك عندنا السكر مع زيت جوز الهند من أجل إزالة الخطوط الدقيقة. هذا هو هذه هي استعمالات السكر الرائعة المذهلة، وكل واحدة تستعمل مادة السكر حسب نوع بشرتها والنوع الزيت اللي توالمها معاه، اللي تناسبها معاه. نتمنى تكون عجبكم الفيديو نتاع اليوم، نتمنى تطبقوا هذه النصائح لأنها رائعة ومن ذهب، وإن شاء الله نزيد نجيب لكم وصفات فعالة جدا لكم. نشكركم حبيبتي على الدعم، نشكركم على الثقة، نشكركم على الانضمام إلى قناتي، وإن شاء الله في مزيد من الوصفات الفعالة لكم. سلام.